السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم اخوتي ان شاء الله درت معكم بسبوسه الشكلاط، غارقه في الشكلاط، بسبوسه معلكه لذيذه لعشاق الشوكولاته، تنفع للكوتي وكذلك للضيوف، كتجي اكثر من رائعه. كل شيء كيتخلط في الخلاط الكهربائي دقه واحده وبدون كثره الاواني وكثره يعني المقادير، كتوجدوا احسن والذ بسبوسه معلكه لذيذه كتذوب في الفم. نتمنى اخوتي انكم تجربوها، وإلا جربتوها دائما اخوتي ما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه اللي دائما كتفرحني. ان شاء الله اول حاجه غنديروها، غادي ناخذوا كما قلت لكم الخلاط الكهربائي، غادي نوضع فيه هنايا 3 الحبات ديال البيض اللي ضروري يكونوا بحراره الغرفه. غادي نضيف ليهم كاس ديال السكر حبيبات الا ربع، يعني كاس الا ربع ما كاس ما عامرش ديال السكر حبيبات. كنضيف كذلك هنا كيس من سكر الفانيلا. غادي نضيف كاس الا ربع من الحليب اللي يكون حتى هو بحراره الغرفه، وكاس الا ربع من الزيت. كيف شفتوا دائما كديروا نفس القياس، كاس الا ربع بقياس كاس العنبه. هنا كنضيف 2 اكياس من الكاكاو المر. الا كان عندكم الكاكاو بالعبار ديروا 2 معالق كبار ممتلئين جيدا. هنا كيف كتشوفوا عندي كاس واحد ديال السميده رقيقه اللي مقبب بطبيعه الحال، كيف كتشوفوا غنضيفوه وغنطحن الكل جيدا. ضروري نطحنوهم على الاقل واحد 2 3 دقائق باش يطحن لنا داك السميده الرقيقه ديالنا وتنسجم لنا جيدا مع باقي العناصر. هنا كيف كتشوفوا كنضيف هنايا 2 اكياس من خميره الحلويات من فئه 7 غرام او 8 غرام اللي توفر عندكم. غادي نعاود نخلطهم مزيان هكا، غير هكا واحد التطريبه خفيفه حتى يتجانسوا مع بعضهم. وهنا كنجيب المول، هنا المول ديالي هنايا كيف كتشوفوا القطر ديالو 27 سنتيم، مول عائلي. كنفرغ فيه الخليط ديالي بعد ما طبيعه الحال دهنته بالزبده ورشيته بسميده رقيقه. غندخلو للفرن ان شاء الله اللي مسخر على 180 درجه. من قبل غادي نشعل ليه غير من التحت فقط حتى يعني تبدا تطيب لينا وتبدا تنشف، عاد نشعلو من الفوق. هنا كيف شفتوا خديت كاسرونه غنوجد واحد الكريمه ان شاء الله غادي نسقيو بها هاد البسبوسه ديالنا، وضعت فيها 2 كيسان ديال الحليب. وكنضيف هنايا كيس من الكاكاو او ملعقه كبيره من الكاكاو. وهنا كنضيف ملعقه صغيره ديال الدقيق او لا النشا الذره اللي توفر عندكم، غير صغيره ممسوحه. وهنا كنضيف 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات. غنخلط الكل على البارد وغادي ناخذه فوق النار على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى يغلى لينا. ماشي ضروري اخوتي يعقد، حنا بغينا غير يتقال شي شويه ماشي بزاف. ومن بعد هنا ما كيعقد كنحيدو فوق النار. كنضيف ليه هنايا على الاقل واحد 10 حتى ل 15 قطعه ديال الشوكولاته، وغنخلط مزيان حتى يذوبوا مع بعضياتهم. كيف كتشوفوا غنخليهم على جنب يبردوا لينا بين ما طيب الحرشه ديالنا او عفوا البسبوسه ديالنا. هنا كيف شفتوا بعد ما طابت البسبوسه ديالنا كيف قلت لكم راه حنا شعلنا عليها غير من التحت فقط على 180 درجه حتى بدات يعني كتنشف من الجناب ومن الفوق، عاد شعلنا لها من الفوق غير شويه وطفينا عليها. هنا وهي خوتي ساخنه كنحاول نقطعها. حاولوا خوتي تقطعوها غير بشويه لانها كتكون باقا سخونه ولانها كتجي رطبه بزاف وهشيشه. التقطيع اخوتي قطعوا بالطريقه اللي بغيتو، مثلثات او مربعات اللي بغيتو. انا قطعتها لهذا الشكل هذا. من بعد وهي ساخنه كيف تنقول لكم كنجيب ديك الكريمه ديالنا اللي وجدنا بعد ما بردات، كنفرغها هكا جيدا. وحنا كيف شفتوا حنا قطعناها قبل هكا باش دوك الفليحات هكا يدخل فيهم ديك الكريمه ديالنا وتجينا البسبوسه ديالنا مسقيه جيدا حتى من الداخل. صافي بعد ما كنخوي داك الكريمه ديالنا عليها كاملها كيف كتشوفوا هكا، تنعاود نجيب السكين ديالي ونعاود هكا ندوز دويزه هكا خفيفه هكا من الفوق على دوك الفتيحات اللي درنا او التقطعات اللي قطعنا، باش هكا ديك الصلصه كتدخل لينا ما بين هذاك الفتيحات هكا، باش هكا تتشرب لينا البسبوسه ديالنا جيدا. من بعد غادي نبدا نزين. تزيين اخوتي تيبقى اختياري لكم. انا هنا زينت بشويه ديال الكاوكاو كومكاسي اللي محمر، ممكن تزينوا بقطع ديال الكركاع او باللوز ايفيلي. تزيين تيبقى لكم اخوتي اختياري، تزينوا باللي بغيتو. صافي كنخليوها حتى تبرد ومن بعد كنقدموها على هذا الشكل. شوفوا ليا كيفاش كتجي، راه كتجي ما شاء الله غزاله غزاله بزاف. هنا راه واخا خوتي راه التصوير ما عطيهاش حقها، راه كتبان في الواقع احسن من هكا. اما المذاق اخوتي راه ما نهضرش لكم عليه، راه كتجي شي حاجه توب دو توب، يعني تشرفكم قدام العائله ديالكم وقدام وليداتكم. وهنا كما جرت العاده ضروري من نقطع معكم واحد القطعه باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل.
شوفوا ليا ما شاء الله كتجي غارقه بداك الشوكولاته، كتجي يعني معلكه معلكه ومفزقه من الداخل، كتذوب في الفم ذوبان. وكيف قلت لكم راه ممكن ديروها لضيافكم، راهي تشرفكم ان شاء الله، لان كيف شفتوا هنا درت معكم مول عائلي. كنتو بغيتوها تجي يعني سبيكه او عاليه على هكا، ممكن ديروا شي مول اصغر من هذا اللي درت انا. انا دا اللي قلت لكم راه درتو فيه 27 سنتيم، يعني مول كبير عائلي. وغادي نعاود نقطع معكم كذلك بالفرشيط باش تشوفوا حتى من الداخل ديالها كيفاش كتجي معلكه ومسقيه، كتذوب في الفم صراحه رائعه رائعه بزاف، ضروري تجربوها. ها نتوما اخوتي شوفوا ليا الكيك كيفاش داير، كيفاش مسفنج هذاك الكيك ديالنا، وكيفاش معلك. صراحه هاد البسبوسه هادي راه شي حاجه اللي كما قلت لكم لي توب دو توب، ضروري تجربوها. ولا جربتوها اخوتي دائما ما تنسونيش من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه اللي دائما كتخليني نعطي اكثر واكثر. راه اخوتي التفاعل قل بزاف هاد التواخير. نتمنى انكم اخوتي تفاعلوا مع هذا الفيديو. شكرا لكم، السلام عليكم.